السلام عليكم، تحية طيبة إلى جميع المتابعين. قبل أن نبدأ خبرنا لهذا اليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم جميع الأخبار المهمة والحصرية. لنبدأ على بركة الله خبرنا لهذا اليوم. أكدت عضوة لجنة النزاهة النيابية عالية صيف أن لجنتها برفقة اللجنة المالية النيابية عملوا على تحديد الفترة الزمنية التي تمت خلالها سرقة الأموال الخاملة، لافتة إلى أن الاستمرار بتدقيق مجمل الملفات التي يشتبه بوجود الفساد فيها. وقالت نصيف في حديث صحفي أن اللجنة المالية النيابية وبحضور أعضاء من لجنة النزاهة عملوا على إجراء التدقيق في ملفات الجمارك، ووصلوا إلى تحديد الفترة التي تمت خلالها سرقة المبالغ سواء في الجمارك أو غيرها من الأموال الخاملة أو تابعة للبنك المركزي، حيث جاء التحرك باتجاهها. وأضافت إلى أن المدير العام للجمارك حديث العهد في منصبه وتم استدعائه رغم أنه بعيد عن موضوعات السرقة، وتم التدقيق معه بشأن الملفات المذكورة. وبينت أن الملفات يجب أن لا تفتح من أجل الخصومة أو للحصول على المناصب أو إخراج شخص من منصبه من أجل منحه لشخص آخر، بل ينبغي أن يكون العمل باتجاه الإحالة إلى القضاء لثبوت الفساد والأدلة بهذا الشأن. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.